السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة. حلقتنا هنتابع مع حضراتكم مع الخلوق المحترم خالد بيومي في تصريحاته عن ليه الزملكاوية ما بيحبوش اللي بيقول كلمة الحق وعاوزين اللي بيضحك عليهم. يلا بقى قبل ما نبدأ حلقتنا نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا. في تصريحات خالد بيومي قال الزملكاوية ما بيحبوش أي حد بيقول كلمة الحق، عاوزين اللي بيضحك عليهم طول الوقت بعبارات رنانة لا طائل من ورائها غير الانهيار والتأخر، حتى لو كان اللي بيقول الحق في مصلحتهم. تامر عبد الحميد بقاله 3 شهور ناحر نفسه وبيقول يا جماعة اللي بيتعمل ده غلط، بيع أرض غير مخصصة للبيع غلط. ما هو أول طرق الإصلاح مصارحة النفس بالحقيقة. هم مش عاوزين حقيقة ولا بيعترفوا بحقيقة، وبيكرهوا اللي ينصحهم على رأي المثل اللي تنصحه من الصبح للظهر وما يسمعش الكلام كمل بقية اليوم كده. أزمة دونجا معروفة في الخليج كحادث لا يمكن يتنسي حتى مع الزمن. 3 يتهجموا على مدير أمن الاستاد ويحاولوا الاعتداء عليه، دي مصيبة. اتحاسبوا واتحلق شعرهم وكانوا في طريقهم للسجن لولا تدخل القيادة السياسية في الإمارات بالإفراج عنهم. كان زمانهم المساجين ال3. وبدل عقابهم في النادي ومن الاتحاد المصري جاءت العقوبات هزيلة: 4 مباريات كأس سوبر، وكان يجب تطبيق أقصى عقوبة. إبراهيم حسن عمل بس إشارة في المغرب، صالح سليم أوقفه 6 شهور، واتحاد الكرة حاول معاه يخلي الوقف محلي فقط لم يوافق صالح سليم رحمه الله على مقترح الاتحاد. لذلك نجد الانضباط في الأهلي فقط. الأستاذ إيهاب الكومي نشر خطاب الإيقاف المرسل لنادي الزمالك من قبل الاتحاد. جمهور الزمالك بيشتم فيه ليل ونهار. الناس دي غريبة قوي، وما أدراك حتى لو كان الاتحاد سمح لدونجا بالسفر مع الفريق، ما هو ممنوع من دخول الإمارات 3 سنوات. هو ال2 الآخرين ولا احنا بننسى؟ حمادة عبد اللطيف لاعب الزمالك وأحرف لاعب في جيله قال الحقيقة: احنا ليه مصدقين كذبة ان الاهلي بيكسب بالحكام؟ ودي خرافة من خرافات الزملكاوية. دي الزمالك نادي القرن الحقيقي، بيشتموا فيه أقذر الشتائم لأنهم مش عاوزين الحقيقة، عاوزين اللي يكذب على طول. هم خدوا على كده. الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، شيء مضحك. في إيه أكبر قلعة ولا لابسة؟ ده قاعدين بقالهم قرن من الزمن في نفس المقر اللي بقى ما فيش فيه خرم إبرة الكرسي جديد، والأهلي عامل 4 فروع وبيفكر في فروع أخرى وانت بعت الأرض. طبعا بعد ما تابعنا تصريحات خالد بيومي
بنترك لحضراتكم التعليق. وقبل ما نختم حلقتنا فضلا وليس امرا تعمل لايك للفيديو ومشاركه للقناه وتعلق بذكر الله. والى اللقاء في حلقه جديده من قناتكم المفضله، قناه عاشق الكيان في كل مكان وزمان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.